لو هدومك الملونه خرجت من الغساله ناطحه او منزله لون على بعضها بالشكل اللي انت شايفه ده، اوعى ترميها، عشان في الفيديو ده هقول لك ازاي ترجعها تاني زي ما كان. كل اللي عليك تصلي على النبي وتكمل معايا الفيديو للاخر. البنطلون ده لسه واصلنا حالا. البنطلون ده بتاع عميل غسله مع بنطلون جينز كحلي ازرق، نضع عليه لون او خرط عليه لون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا العميل ساب البنطلون لحد ما نشف واللون طبعا بقى ثابت في البنطلون اكتر، بس طبعا ان شاء الله هننضفه وهنرجعه كانه لسه جديد. كل اللي انا طالبه منكم تتفاعلوا معايا على الفيديو ده عشان تعبي ومجهودي ما يروحش على الارض، وكمان عشان يوصل لاكتر عدد من الناس تقدر تستفاد وناخد ثواب سوا. كل اللي هنحتاجه علبه صغيره فاضيه وهنحط فيها اي مسحوق غسيل ملابس بتاع غسالات عاديه، لو ما فيش ممكن نستخدم مسحوق اوتوماتيك. بعد كده هنحط عليهم ربع كربوناتو او ربع كربونات الصوديوم زي ما بتقولوا عليه، وهنجيب من اي صيدليه ميه اكسجين تركيز 20 او 30%، والاسم العلمي بتاعها بيروكسيد الهيدروجين، وهنفضي زي نصها. بعد كده هنجيب عندنا اي نوع كلور او كلوركس الوان احنا بنستخدمه عندنا في البيت وهنفضي منه كوبايه، ولو ما عرفناش نجيب ميه اكسجين من اي صيدليه هنخلي الكلور الالوان كوبايه ونص بدل كوبايه واحده. بعد كده بقى هنحط عليهم معيار كوبايه ميه سخنه تكون بتغلي، وهنقلب الخليط ده في بعضه كويس ونركنه على جنب دلوقتي. بعد كده بقى هنجيب حله ستانلس نكون غاليين فيها ميه، او ممكن نسخن ميه بره ونحطها فيه، والافضل تكون نسبه الميه حوالي 4 لتر ميه. بعد كده بقى هنجيب الخلطه بتاعتنا ديت نفضيها في الميه السخنه. والناس اللي هتسالني طب ليه احنا ما حطيناش المكونات في الميه السخنه على طول، لان تفاعل المواد دي مع بعضها من غير ميه خالص بيكون أفضل. بعد بقى ما نفضي الخلطه بتاعتنا في الميه السخنه نديها تقليبه كويسه كده، وبعد كده بقى هنجيب البنطلون هنحطه في الميه السخنه. وبالله عليكم ركزوا في الحته دي ضروري، لان انا خدت كميه شتايم والله العظيم لا توصف، وده بسبب ان الناس قالت لي ان انت غيرت البنطلون هو ما اتغيرش. كل الحكايه ان هو لما اتبل اللون الرصاصي بقى لون رصاصي غامق. يا جماعه الفيديو بياخد مني تصوير فوق الساعه وفوق الساعتين، وانا عشان بحترم وقت المتابع انا بضغط الساعه ونص ديت في دقيقه ونص، فطبعا ببقى مسرع الفيديو، وفي نفس الوقت ببقى المهم ان انا عاوز اوصل لك طريقه التنظيف. المهم وانتوا بتحطوا قطعه الملابس هاتوا غطا حله صغير بحيث ان هو يضغط على قطعه الملابس يغطسها لتحت، وده عشان الخلطه توصل لكل جزء موجود في قطعه الملابس. طبعا اللون اللي انتوا شايفينه ده اللون الازرق اللي كان موجود في البنطلون بيبدا ان هو يتحلل وينزل في الميه. بعد كده بقى بتغطوا الحله ديت وتسيبوها خالص لحد ما تبرد، والغطا هنا بيحبس البخار فبيخلي الميه تفضل سخنه لاطول فتره ممكنه. عاوز اقول لكم ان انا عملت مونتاج للفيديو ده تاني بفتره اطول عشان اوضح للناس ان البنطلون اللي كان في اول الفيديو هو نفس البنطلون. عاوز اوضح معلومه كمان مهمه بالله عليكم يا جماعه، انا عندي فوق ال5 مليون متابع، فطبيعي ان الخلطه دي مش هتنفع مع كل الناس، ممكن تنفع مع ناس وناس تانيه لا، لان البقع بتختلف على حسب مصادرها وعلى حسب خامات القماش وعلى حسب مده البقعه فضلت في البنطلون او القماش قد ايه. و90% من الناس لما بتيجي تنظف بقعه بتكون اصلا من الاساس نظفتها غلط فثبتت البقعه اصلا في القماش. فلما تيجي تعتمد مني خلطه او منظف او حاجه انا عاملها وما تجيبش معاك نتيجه، ما تجيش بقى تشتمني وتقول لي انت كذاب وانت بيك وانت عليك. انا هكدب عليك ليه؟ هستفاد ايه لما اكدب عليك؟ المهم بعد كده بقى لما تيجي تطلعوا البنطلون من الميه السخنه لازم يكون في حاجه فيها ميه وعليها شويه خل، وده عشان نشيل اي اثر من الخلطه اللي احنا عملناها ديت ممكن تكون موجوده في القماش فتأثر على لونه الاساسي. اخر حاجه انا عاوز اوصلها لكم ان لما بعمل تركيبه او بعمل خلطه بحاول على قد ما اقدر ان هي ممكن تساعد فئه كبيره او شريحه كبيره من الناس. فعاوز اقول لكم ان انا طلعت لكم اسرار شغلي كلها بالكامل، مفيش حاجه تتدارى او تستخبى. فانت متخيل انت بتشتمني واصحاب المغاسل برضه بيخشوا يشتموني ان انا بطلع اسرار الشغل. فلو طريقه التنظيف اللي انا بقولها لك مش عاجباك يا عم ما تتفرجش عليا، بس ما تشتمنيش. وزي ما انتم شايفين الحمد لله البنطلون ما فيهوش اي اثر خالص من الزرق اللي كان فيه. وطبعا الناس اللي طلبت مني ان هم عايزين يشوفوا البنطلون بعد ما نشف، اتفضلوا البنطلون الحمد لله ما فيهوش اي اثر لاي حاجه خالص ولا في اي مشاكل. يا ريت ما تنسونيش بدعوه حلوه، ولو في يوم استفدت مني او عملت ليا حاجه وجابت معاك نتيجه يا ريت تكتبها لي في التعليقات.